انا مضيت الفيلم ده وانا متعرف على مراتي، انا معايا يحيى سنتين ونص دلوقتي. انا لسه هقول، انا هقوم اضرب على طول. دي جمله صعبه قوي. محمد علي رزق، انا برحب بيك معايا فانتك، بقول لك مبروك فيلم في عز الدور اخيرا. الله يبارك فيك يا باشا، عامل ايه؟ وحشاني. اخيرا الفيلم نزل. ولاده متعسره. الحمد لله الحمد لله، 4 سنين. انا مضيت الفيلم ده وانا متعرف على مراتي، انا معايا يحيى سنتين ونص دلوقتي، والله العظيم. عرفتها وخطبتها واتجوزتها وخلفنا الحمد لله. الواد قرب يتجوز. اول ما عرفت ان العرض الخاص خلاص هنتفرج على الفيلم، عملت ايه؟ انبسطت جدا والله العظيم، انبسطت وبجد جاي بغض النظر عن اي حاجه، انا جاي انبسط بالنتيجه النهائيه اللي في الفيلم. ويا رب يا رب يا رب ينال استحسان الناس. امتى قلت لحد انا هوريك النجوم في عز الدور؟ لا ما تخيلوا عمري ما قلت الجمله دي. دي جمله صعبه قوي. والله عمري ما قلتها. تصدق؟ يعني بسمعها كتير في الافلام، ده انا هوريه النجوم، بس عمري ما قلتها. كان نفسي ابقى من الشخصيات الانتقاميه دي، ده بس ما فيش. طب انت شفتها في يوم؟ انا لسه هقول، انا هقوم اضرب على طول. انت شفتها في يوم من الايام؟ ما اعتقدش برضو. لا، ما حدش انتقم مني، ما اصل خدي بالك انا في حالي اصل برضو. يعني ما حدش هيفكر ينتقم مني الانتقام ده، اللي هو برضو انا هوريه انه ليه. تقول ايه عن الكوكبه اللي معاك؟ يعني البوستر كده ما شاء الله مليان، فتقول ايه؟ شرفت ان انا شغال مع كل الزملاء الكبار العظام. مينا مسعود، ايمان العاصي اختي وحبيبتي، محمود حجازي اخويا وحبيبي، بيومي فؤاد اخويا الكبير، محمود البزاوي اخويا الكبير، استاذ شيرين رضا نجمه كبيره طبعا. مش عايز انسى حد في الفيلم، بس يعني كل اللي في الفيلم اخواتي واصحابي واصدقائي، واشتغلنا مع بعض قبل كده، وانا سعيد ان انا اشتغلت معاهم.